كشفت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية أن شركة براد اند وايت التي أعلنت مؤخرا عن إطلاقها لشركة فرعية تابعة لها في مدينة الدار البيضاء والتي تحمل اسم برات اند ويتني ماروك هي الشركة الأمريكية المسؤولة عن صناعة محرك مقاتلة F-35 الحربية التي تعتبر من أحدث وأقوى المقاتلات في العالم. وقالت الصحيفة أن المغرب باستقطاب هذه الشركة يكون قد قطع خطوة ليكون في المستقبل مقرا لصناعة محركات المقاتلة العسكرية، مشيرا إلى أن الرباط رحبت بعزم شركة براد اند وايتني بافتتاح شركاتها الفرعية في المملكة المغربية، خاصة أنها حددت سنة 2025 أن تكون سنة بداية عمل هذه الشركة. وكانت الشركة المذكورة قد أعلنت في بيان لها في الأيام الأخيرة أنها ستعمل على إطلاق شركة فرعية تابعة لها في مدينة الدار البيضاء المغربية تحمل اسم برات اند ويتني ماروك، وستكون متخصصة في صناعة الأجزاء الميكانيكية الثابتة والهياكلية التفصيلية لمختلف نماذج محركات الطائرات. وحسب نفس البيان فإن عملية إنشاء هذا الفرع في المغرب سينطلق في الربع الأخير من العام الجاري 2023 على أن تكون الشركة ومصنعها جاهزا في سنة 2025 لبدء عملية التصنيع، مشيرا إلى أن اختيار المغرب يأتي بسبب مركزه المتنامي لشركات الطيران وتكلفة الأعمال والموهبة المدربة والمتاحة. وقالت ماريا دي لابوستا رئيسة فرع الشركة في كندا في هذا السياق بأن المغرب يقدم العديد من الفوائد لصناعة الطيران، حيث يضمن مجتمع الطيران المتنامي في الدار البيضاء مجموعة مواهب ذات قيمة عالية وبيئة اقتصادية إيجابية ودعما من الحكومة المغربية. وأشارت نفس المسؤولة بأن الفرع المغربي سيتم إنشاؤه على مساحة تصل إلى 130 ألف قدم مربع، ومن المنتظر أن يخلق 200 فرصة عمل بحلول سنة 2030، الأمر الذي سيزيد من دعم قطاع صناعة الطائرة في المملكة المغربية التي تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق صناعة متكاملة في هذا المجال. وكانت مجلة فوربس الأمريكية قد نشرت تقريرا في الأسابيع الأخيرة قالت فيه بأن المغرب يوجد حاليا في وضع وحيد ليصبح من البلدان الرائدة في مجال صناعة الطيران وقطاع صيانة الطائرات في العالم، بالنظر إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة المغربية في السنوات الأخيرة. وحسب تقرير المجلة المذكورة فإن العديد من العوامل لعبت أدوارا مهمة في أن تكون المغرب الآن في وضع مناسب وجيد نحو الإقلاع الصناعي في مجال الطيران. ومن أبرز هذه العوامل هو الرغبة التي تحث البلاد بشكل عام للتأسيس لصناعة طيران قوية. وأضافت فوربس في هذا السياق أن من العوامل المساعدة على تحقيق المغرب لهدفه المتمثل في إنشاء قطاع صناعي قوي في مجال الطيران هو أولا الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوفر عليه البلد كنقطة وصل بين أفريقيا وأوروبا وبين الغرب والشرق، إضافة إلى العامل الثاني المتمثل في الدعم الذي توفره الحكومة لهذا القطاع وما توفره من تسهيلات وظروف مواتية للاستثمار في هذا المجال. ويرتكز العامل الثالث حسب نقطة المجلة على اليد العاملة المهارية التي يتوفر عليها المغرب بعدما لجأ في السنوات الأخيرة إلى تطوير مهارات العمال المغاربة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالسيارات والطائرات. وبالتالي يعتبر هذا النوع من عوامل الجذب الهامة للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران. أما العامل الرابع الذي ساهم في جعل المغرب يضع قدمه في قطاع صناعة الطيران فيرجع إلى الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة مع العديد من شركات صنع الطائرات مثل بوينغ وإيرباص وبومباردي وسافران. ووفق فوربس فإن الشركات والمجموعات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران بإمكانهم اليوم الاستفادة من الزخم الذي حققته المغرب في هذا القطاع والاستفادة من الظروف والتسهيلات التي يقدمها المغرب من أجل الاستثمار في هذا القطاع بالبلاد، خاصة في ظل وجود سوق متنامي بشأن الطائرات خاصة مجال الصيانة.